السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض كده روتين سريع. حبيت كده انشطك شويه واشجعك ان انت تقومي كده تغسلي ونقوم من تحت البطانيه اللي احنا على طول قاعدين تحتيها دي، او ما بنعرفش نقعد تحتيها من الاولاد طبعا. ربنا يعيننا ويقوينا ويعين الكل يا رب على حاله. قومي كده استهدي بالله وصلي على النبي وقولي بسم الله ونقوم نشوف ورانا ايه. طبعا احنا ما ورناش غير بيتنا طبعا واولادنا. يلا بقى كل واحدة كده تودي عيالها في الحضانة في المدارس، كل واحد يشوف وراه ايه، ونشجع بعض ان احنا نقوم كده ون... ونوضب البيت. حاجات بسيطة عملتها معاكم بس بجد فيها تشجيع ونظافة كتير وأفكار وحيل هتنفعك في المطبخ، هتنفعك في البيت. حاجات بسيطة كده هنعملها مع بعض. يلا بقى حط اللايك لو لسه أول مرة تشوفي قناتي، والاشتراك علشان يوصلك أي فيديو أنزله، واعملي لي شير يا جماعة. تمام؟ يا ريت تحط اللايك ببلاش، مش بفلوس خالص خالص خالص. ده حاجة بسيطة عشان خاطر يدعمني ويفعل الفيديوهات، لان انا بقالي كتير قوي بنزل فيديوهات ومفيش اي تفاعل مع القناة. يلا بقى لو لسه ما حطيتيش لايك حطيه، وحطي لي اشتراك علشان الفيديوهات تتفعل وتنتشر بإذن الله. يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله ونقوم نشوف ورانا ايه. اول حاجة انا طلعت الحاجة من الفريزر طبعا عشان خاطر اعمل غدا. انا كان عندي غدا بس كنت بطلع يعني فراخ عشان خاطر اعملها جنب الاكل. تمام. بعد كده طلعت فينو، طلعت بس رغيف، ما كنتش جعانه قوي، كنت بس طلعت كده رغيف يعني فينو من الفريزر، وسبته يفك على الرخامه شويه. وبعد كده دهنته جبنه. ليتي كده يعني ليتي كده رغيف الجبنه كده كتير، زودي جبنه كده، ما حدش واخد منها حاجه. بقى الاسعار غاليه بلا نيله، ما حدش واخد منها حاجه. يلا كده ليتي سندوتشك بشويه جبنه، وعملت كوبايه شاي عشان خاطر تشجعني وتفوقني كده من الغممان اللي احنا فيه، ونقوم نشوف ورانا ايه. قبل ده كله قمت كده شلت الدفايات اللي على السرير وحطيتها في الغسالة زي ما هتشوفي دلوقتي. اول حاجة بس حطيت البطانية واللحاف وبطانية بنتي على البلكونة عشان تشمس شوية. الشمس كانت حلوة وجميلة واليوم كان حلو قوي، يساعد يعني على ان الواحد يقوم. عملت كده كوباية شاي عشان خاطر تفوقني شوية وتدفيني وتخليني اشتغل في البيت. وعملت جنبها سندوتش الجبنة. وبعد كده شلت الدورية اللي بتبقى في الشاي دي، انا معرفش بتبقى ايه، بس الصراحة بيقولوا بيبقى رزق عندك، بس ما لقيتهاش كبيرة قوي. مفلسة طول عمري. كلت كده فطرت، يلا فطار سريع. وبعد كده ابتديت الشغل. بعد كده بقيت اكل قطمة واعمل حاجة، اكل قطمة واعمل حاجة. اول حاجة عملتها شغلت الغسالة كده. انا كنت عاملة معاكم الفكرة دي قبل كده على القناة. كنت بحط الكيسة دي في الغسالة. الكيسة دي فيها ايه؟ فيها معطر مثلا زي داوني، معطر للبيت. فيها معطر حطاه قافلة الكيسة كده زي جيب، وحاطة فيها شوية معطر وشوية كربونات وعلى ملح ليمون. الطريقة دي بتمنع أي ريحة موجودة في الغسالة أيا كان بقى. غسالتك بتعمل ريحة وحشة. وكمان في حاجة، بعد ما تخلصي الغسيل زي ما هنغسل دلوقتي لازم تسيبيها مفتوحة، ما تقفلهاش. لازم تسيبيها شوية عشان خاطر ما تعملش ريحة معاكي. انا حطيت كده المسحوق بتاعي، وبعد كده قفلتها عشان خاطر المسحوق يدوب جوه الغسالة وما يعمليش جير على الهدوم وانا بغسلها. خلاص. بعد كده بقى جبت الهدوم كده، كان عندي حاجات بسيطة حطيتها في الاول، وبعد كده حطيت الدفايتين بتوع السرير اللي احنا كنا نايمين عليهم. قلت اما اقوم اغسلهم كده واغير الدفايات بتاعه السرير. حطيت كده هم الدفايتين وبس. خلاص سبتها بقى تلف مع نفسها. وبعد كده رحت نفضت شباك الأوضة وابتديت اروح اشتغل في اوضه الاطفال بتاعت اللي احنا قاعدين فيها. انا قاعده في الاوضه دي طبعا، وكلنا بنقعد في اوضه الاطفال. بعد ما بيجي العيال تلاقينا نفسنا رحنا للاوض كده وقعدنا فيها. ابتديت انفض الشباك كده اللي هو على الشارع، طبعا بيبقى على طول مليان تراب زي ما انت شايفه كده. حتى لو لسه منفضه الصبح، يعني بنفضه الصبح الاقي اخر النهار بقى تراب، لانه طبعا على الشارع. بعد كده جيت على الحيطة، جيت عملت مسحوق زي عبارة عن او محلول كده، عبارة عن مية وشوية صابون سائل وشوية خل. انا بحب اعمل المسحوق ده قوي للحيطان،
ممكن تحطي كلوركس الوان برضو بيبقى خفيف وحلو على الحيطان يعني. لو الحيطان بتاعتك بتتمسح يعني، تمام، مش اللي هي الحيطان التانية اللي ما بتمسحش. انا الحيطه بتاعتي بتتمسح كده، بجيب ليفه، مش بحط فيها اي حاجه، هي ليفه كده بس بتاعت يعني مش بتاعت المواعين، دي ليفه انا بحطها للحيطه. شايفه الحيطه كانت مش نظيفه خالص. ابتديت بقى بعد ما غسلتها بالمحلول ده، يا دوبك دقيقه كده عقبال ما رحت جبت الشراب ولبست في ايدي. طبعا احنا متعودين على الشراب ده، زي ما كنت منزله لكم قبل كده فكره المقشه، دي فكره حلوه برضو للحيطه. تلبسي كده شراب جوزك في ايدك، تلبسيه كده في ايدك وتبدأي تليطي او تمسحي الحيطة من المحلول اللي احنا حطيناه على الحيطة. شايفة شكل الحيطة؟ بجد الشراب لما بتمسكيه في ايدك وتمسحي بيه الحيطة، بس يا ريت يكون قط، بيخلي الحيطة او السرير يلمع. يعني انا شايفة بمسح السرير اهو قصادك، بجد بيلمع، بيبرق مش بيلمع بس. ده برضو نتيجة الخل اللي احنا حاطينه في المية، ده كله بيساعد على ان الحيطة تلمع وتنضف معايا. الحيطة ما كانتش نظيفة خالص خالص. ابتديت كده قلت اما اغسلها واتشجع كده اغسل حيطان الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. طبعا الأولاد ما بيخلوش حاجة على حالها. ابتديت كده امسح اهو الحروف دي، صورة كانت على الحيطة، كانت لازقة عامل في الحيطة كده، ابتديت امسحه واتشال معايا خالص بكل سهولة. زي ما قلتلك لو الحيطة بتاعتك بتتمسح هيتمسح معاكي. والبسي الشراب في ايدك وابدأي امسحي اهو. شايفة؟ بمسح اهو كل حاجة بتتمسح. لو الشراب لقيتيه بقى مش نضيف معاكي من الصابون اللي احنا كنا حاطيناه، عادي اغسليه واشطفيه والبسيه تاني في ايدك، بس اعصريه كويس جدا جدا جدا. وابدأ امسحي الحيطة. وخلاص مسحت الحيطة كلها اهي، وبقت نضيفة جدا جدا خلاص. كل الحيطة نتفت، الحيطة اللي جنب السرير وهي كمان، والحيطة كمان اللي جنب الدولاب عندي. مسحت كل الحيطان، واي حاجة كانت موجودة على الحيطة دي ناموسية انا معلقاه، لان الناموس الايام دي بقى فظيع. لا نافع معاه ريد، ولا نافع معاه سبراي، ولا نافع معاه اي حاجة. معرفش كتير قوي الايام دي ومضايقني قوي، وانا ما بحبش الناموس خالص، بيضايقني زنتها كده جنب ودني. بس كده خالص، وخلصت الاوضه، فرشت الدفايات، والأوضة خلاص بقت نظيفة، والحيطان كمان بقت نظيفة، والأرض نضفتها وشلت السجادة ونفضتها وكنست ورجع ولميت طبعا الزبالة كلها ورميتها ونضفت الباسكت، ونفضت الشباك طبعا معاكم. وطبعا زي المعتاد اللي احنا مشغلين MC3 المعتادة للعيال طبعا. انا كنت مشغلاها لبنتي عشان تسكت، بس يا ريتهم بيسكتوا. وطبعا البنات زنانين جدا جدا، ما بتسكتش لا ليل ولا نهار الصراحه. تعباني جدا وما بعرفش اعمل منها اي حاجه. يعني انا كنت بطلع الغسيل اهي وهي معايا اهي، بطلعها بره. كنت حطاها في المشاية عشان تطلع معايا عند البلكونه كده، علشان دايما تكون شايفاني قصاد عينيها. لو مش شايفاني قصاد عينيها بقى جرك الله جرك الله، يعني إيه صريخ وصويت وعياط بقى، وانتوا عارفين البنات زنانين. بعد ما نشرت خلاص كانت هتنام، دخلتها تنام على السرير وشغلت لها القرآن كده. وطبعا بعد ما نشرت وخلصت الدنيا، سبت البلكونة مفتوحة عشان خاطر السلك، يعني عشان خاطر ايه، تدخل كده الهواء البيت والشمس. طبعا لازم نفتح كل يوم علشان الشمس كده تخش البيت وتملى البيت بركة. ونشغل القرآن وانتي بتتسلي كده، زي وانتي يعني بتروقي او بتغسلي بتعملي اي حاجة، شغلي قرآن في البيت كده بيسليكي. بتسمعيه بيسليكي يعني وانتي بتعملي اي حاجة. بركة ربنا بتبقى دايما في البيت. آه، يلا بقى لو لسه ما حطيتش اللايك ووصلت لغاية هنا، يلا حط اللايك بقى والاشتراك علشان فيديوهاتي توصلك ودعميني. يا جماعة انا بقالي كتير قوي شغالة في القناة ومفيش اي استجابة من اي حد منكم انه مثلا يحط لي لايك. لو الفيديوهات مش عاجباكم قولولي، او اي حاجة مش عاجباكم يا ريت تقولولي وتنبهوني مثلا ان اغير فيديوهاتي لاي حاجه. انا بعمل روتينات وبعمل طبخ، بعمل حلو افكار، بعمل حاجات كتيره جدا، يا رب تكون بتعجبكم. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي. خلاص مسحت الرخامه ونضفتها، لميت كل المواعين في الحوض زي ما انتوا شايفينها. هغسل الكوبايات الاول عشان خاطر الليفه بتاعه الكوبايات. طبعا انا كنت بغسل الحيطه بليفه تانية غير دي. انا عندي الليف كلها نفس ليفه واحده، بس ببقى عارفه دي بتاعه الحيطه، البوتاجاز، الحوض، الكلام ده. خلاص ببقى معلقاها كده عن يعني على الحوض.
بابقى عارفة دي ليفة إيه. يا ريت تعملوا كل حاجة ليفة علشان خاطر بيبقى غلط، وغيّريها دايمًا خلاص. بس ابتديت بقى أغسل الصينية عشان أرُص يعني عليها الكوبايات بعد ما أغسلها. أول حاجة ابتديت أهي، دي كنت غاسلاها بس غسلت الصينية الأول، قُلت أمّا أغسل يالّا الكوبايات وأغسل المواعين، كانت عندي كده شوية مواعين في الحوض، قُلت ألمّهم كلّهم وعلى الرخامة وعلى البوتاجاز شوية حِلَل كده، غسلتهم كلّهم وغسلت الكوبايات وكده خلاص. آآ رصيت كل المواعين ونضّفت الأوضة وغسلت، وكانش في غير الأوضة بس، لإن إحنا بنقعد في الأوضة أنا وعيالي. آآ وزي ما قُلت لكم أنا قاعدة معاهم دلوقتي، ربنا يعيننا عليهم يا رب وعلى مسؤوليتهم. الواحد بيبقى تعبان وهو قاعد معاهم، بيبقى خايف عليهم لو حاجة حصلت والّا كده. ربنا يخلّينا ليهم ويخلّيكم لأولادكم ويحفظهم يا رب. بس خلاص أنا خلّصت كل المواعين وابتديت أمسح الحوض كده وأنضّفه كويس جدًا بشوية صابون، صابون المواعين يعني، وغسلت الحوض كويس جدًا وخلاص. خلّصت البيت كله، نضّفت، كان يا دوبك ابني جه وكده خلاص خلّصت. ابتديت بقى أعمل له الغدا عشان ياكل أو فطار مش هتفرق. سواء ده أو ده. ابتدينا طبعًا أنا باستناه بنفطر سوا، بس أنا سبقته المرّة دي وفطرت لوحدي فطار خفيف كده. ما حبيتش أتقل أوي عشان بنتغدى بدري. وخلاص. لو عجبك الروتين النهارده، هو روتين سريع كده، حبيت اشجعك واخليكي تقومي تغسلي شويه المواعين اللي في الحوض، تنضفي المطبخ، تنضفي الاوضه وتلمي الدفايات تغسليهم، تعملي اي حاجه يعني. قومي كده اعملي اي حاجه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتوحشوني. السلام عليكم.